اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قراراً حاسماً بشأن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بحسب تقارير صحفية. وأوضحت التقارير الواردة أن هناك قراراً داخلياً مهماً يتعلق بعقد تيبو كورتوا، على أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة. ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد حتى 13 من يوليو المقبل. وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، يستعد ريال مدريد لتقديم عرض جديد لكورتوا يتضمن تمديد عقده، رغم أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026. ومن المتوقع أن تتم الخطوة بشكل رسمي في شهر يوليو، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. وبحسب ما أفادت صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي منح كورتوا عقداً يمتد حتى 2028، وهو ما يعد كسراً للقاعدة الذهبية داخل النادي الملكي، والتي تنص على تجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا 30 لمدة موسم واحد فقط. اقرأ أيضاً: ريال مدريد يترقب مصير مبابي في كأس العالم للأندية. كورتوا، الذي انضم إلى ريال مدريد في 2018 قادماً من تشيلسي، كان عنصراً أساسياً في النجاحات التي حققها الفريق على مدار 7 مواسم، وما زال ينظر إليه كأحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب الجديد تشابي ألونسو. من جانبه، لا يمانع الحارس البلجيكي تمديد بقائه، بل يعبر عن سعادته بالاستمرار في سانتياغو برنابيو، وهو ما يجعل مسار المفاوضات سلساً، ومن دون أي تعقيدات متوقعة. ويعد هذا التحرك جزءاً من خطة شاملة يعمل عليها ريال مدريد حالياً لتأمين استمرارية العناصر الأساسية في الفريق، حيث تم بالفعل التوصل لاتفاقات مشابهة مع فينيسيوس جونيور وراؤول أسينسيو.